اهم حاجه في الحياه ان الانسان يعيش سعيد، واحنا طبعا مش عارفين نعمل كده. نطلع من وباء ندخل في حرب، نطلع من حرب ندخل في وباء. في استاذ تامر عنده اكتئاب حاد. طب ما عادي يا استاذ تامر، احمد انت كده بني ادم بتحس وعندك دم، وانت لو ما اكتئبتش في الظروف دي تبقى ندم مش شعور. فالنهارده قررت اسعد نفسي واسعدكم معاي. النهارده هندخل نشوف المقاطع المضحكه اللي على السوشيال ميديا ونغير المود شوي، فاعملوا لايك واشتراك يا حبيبي. يلا انزل اعمل لايك واشتراك. طبعا يعني الانستجرام هتلاقوه في الديسكربشن. بتكلم معاكم وبنزل حاجات بتحصل في يومي مش بعرف انزلها هنا. بس كده اسيبكم مع الفيديو. الاجنبي رفع 4 شكاير. 4 شكاير بس؟ 4 شكاير بس. لما تيجي تشوف ان بلدك هو بيرفع. احنا لازم بجد نشجع ولاد بلد، يعني لو ما دعمناش ولاد بلدنا مين اللي هيدعمهم؟ هنا بقى هو ادرك انه في خطر كبير. هو عايز ينادي على اللي بيصور دلوقتي يقول له بوس ايديك الحقني مش عارف ارجعه. هنا قال لك ايه اح يا عم، بدل ما انادي على اللي بيصور واتفضح قدام الناس انا ارجعهم انا بنفسي. بجد انا عارف اللحظه دي بتعدي كانها سنين. استسلم للامر الواقع بقى. قال لك بلا اجنبي بلا زفت، احنا مالنا بالناس دي. هو ده اللي هيربطه على الطلاق، هو ده اللي هيربطه. اول ما الابي قرب عليه ما فكرش ثانيه ورمى الحبل وجري. بجد انا بستنى العيد عشان الفيديوهات دي. تعرف ايه هو المكان الوحيد في العالم ما فيهوش ولا مسلم؟ مصر. وهو يجي واحد يقول لك الطفل المصري اذكى طفل في العالم. البت اصلا من الرد اللي هو رده هي مش مستوعبه. مصر. وانت ماشي ما اتكعبلتش قبل كده في باب مسجد ولا اي حاجه؟ مصر. الحمد لله يا جماعه، ربنا كرمني وجبت دليفري يشتغل معايا عشان نقدر نغطي المناطق المجاوره، الدق والمهندسين وشارع العشرين. ده يا جماعه الدليفري عشان اي حد محتاج اي اوردرات يكلمني. يلا يا مانجا روح ودي الاوردر ده وما تاخرش عليا. كمل على البيت بقى على طول، الشغل خلص خلاص. الفيديو ده قتلني ده. يعني انا مش عارف استاذ مانجا مكمل رايح فين. يعني لما يوصل هيقول للناس ايه طيب، ولا هيديهم ايه؟ مانجا اسرع دليفري في مصر. صحابي ختم القرآن كله في ركعة واحدة. مين هو الصحابي؟ صاحبك انت؟ هي اصلا نظره الولد للبت بتقول كل حاجه. ايه الناس المحترمه دي وايه الحجاب ده؟ معلش يا جماعه اعذروه، شكله داخل الاسلام جديد. امشي على الشاطئ كده وانظر على النساء ذوات البيكيني وحملق، بس بنية صالحة. انظر بنية التأمل في بديع خلق الله. يعني تمشي كده على الشاطئ تشوف واحدة بالمايو تبص كده تقول سبحان الذي خلق، تبارك الذي خلق. يعني انا اخلي واحده ماشيه على الشط واقوم باصص على بنيه التامل في بديع خلق الله واقوم قايل سبحان الذي خلق. انا عندي واحد صاحبي ماشي بمبدا زي ده، لما بيشوف واحده بيفضل باصص عليها عشان النظره الاولى حلال. يا جدعان اقسم بالله احنا مريحين الشيطان على الاخر ومش محتاج يعمل حاجه، احنا بنخترع ذنوب لوحدنا. واحد كتب هنا انا من الولاده. طيب ايش هي الاغنيه؟ تحمست. العطسه اللي مو راضيه تطلع، شكله نسى الاغنيه وكمل. محاولاتي للغناء بالحمام. في ناس في الشارع عندك قالوا ان انت كنت ساعات بتشرب حاجات او بتاخد حاجات، ده حقيقي؟ حاجات زي ايه حضرتك؟ بانجو مثلا او ايوه بشرب بانجو. انا هكذب عليك واقول لك لا بشرب اعشاب طبيعيه. البانجو اعشاب طبيعيه؟ ايوه. الحكومه بقى وهي بتشوف الفيديو والله سامحته. تدري ليش؟ صدق، ما كذب علي، ما كذب. واحد كتب هو دلوقتي تحت تاثير الاعشاب الطبيعيه. والله بقالي بتاع 3 دقايق بضحك هموت. سمعت النكته للمهندسين بجد عشان عندي انا عندي مشكله كبيره قوي مع المهندسين بجد. هم بيبقوا شايفين نفسهم ان هم مهندسين بقى وكده. بيقول لك مره مهندس جه يموت قالوا له مهندس عن شمس. اللي ما سمعش النكته، هي بتقول مره مهندس جاي يموت فبيقولوا له قول الشهاده، فقال لهم هندسه عين شمس. عين شمس دي كليه في مصر، انه متخرج من كليه عين شمس. يعني انا والله البنت هي اللي ضحكت. اقسم بالله البنات دول كائنات عبيطه جدا، بيضحكوا على اي حاجه وبيزعلوا على اي حاجه. يلا ربنا يتولاهم. طبعا واحد هيقول لي انت بتتكلم ازاي بالثقه دي كلها؟ ما انتش خايف من البنات اللي عندك في الكومنتات؟ اقول لك لا يا حبيب قلبي، اصل انا من كام يوم بصيت على احصائيات قناتي لقيت اغلب اللي بيتابعوني شباب. واغلب برضو اللي بتابعوني مش عاملين اشتراك. يعني واحده كاتبه نكته هي كمان تقول لها سلومه عارفه ايه اكتر سؤال بيضايق المهندسين؟ واحده كتبت لها كومنت بتقول لها اركب المهندسين منين؟ المهندسين دي منطقه في مصر اللي ما يعرفش. كيف وصلت له؟ ده السؤال الحائر العلماء. نفسي اعملها في حد. والتاني كتب له حتى انا. خليكم مستعدين بقى للكف اللي هيجي لكم برضه. ما شاء الله على السرعة. واحد كتب تراجع سرعة الضوء للمركز الثاني من قوة السرعة رسما في السيارة. بسم الله الرحمن الرحيم. في خطوة إيجابية جميلة من
من مرور منيا القمح. الآن بيتركب مطب عاكس في شارع سعد زغلول أمام بنك القاهرة، والحمد لله دي خطوة إيجابية ممتازة جدا للحد من عكس السير بالنسبة للتكاتك اللي ماشية. اهو ده توك توك معدي اهوت، بس على فكرة ما بتعملش له حاجة. واحد كاتب التوك توك الوحيد هو اللي ماشي صح. قبل ما تشتموني في الكومنتات، انا عارف ان الفيديو قصير، بس انا قلت اشوف الفيديو هيعجبكم ولا لا. لو عجبكم هنكمل في السلسله دي، فلو شفت تفاعل كبير على الفيديو هعمل لكم اجزاء منه كتير.